مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من المشجع اف ام. مع اقتراب كاس العالم هتلاقونا كل يوم بناخد مجموعه من المجموعات وبنحاول ان احنا نحللها، وكمان بنقول التوقعات بالنسبه لكل مجموعه. النهارده هنتكلم عن المجموعه الثالثه اللي بتضم منتخبي البرازيل، المغرب، اسكتلندا، بالاضافه لهايتي. طيب، يمكن لما تيجي كده تبص للمجموعة تلاقي انه التنافس هيكون مغربي برازيلي من الطراز الاول. منتخب البرازيل الحقيقة انا بعتبره انه المرشح الاول، مش بس لصدارة المجموعة ولكن للفوز بكأس العالم. وده مش بسبب وجود رافينيا ولا جابرييل ولا مارتينيلي ولا أليسون بيكر ولا بريمر ولا لوكاس باكيتا، لا لا، مش كل النجوم دول، بسبب وجود كارلو أنشيلوتي، المدرب الهادئ المعتاد على البطولات، المدرب اللي لعبته المفضلة هي البلاي اوفس. راجل قدر ان هو يكسب مع ريال مدريد دوري الابطال في اكتر من مناسبة، قدر ان هو يكسب مع الميلان دوري الابطال في 2007. واحد من المدربين المتمرسين في مباريات خروج المغلوب. النهارده المنتخب البرازيلي مع كارلو انشيلوتي تحول من منتخب ممكن يؤدي باداء جيد الى درجه الاستعراض وممكن الاستهتار زي ما حصل في كاس عالم 2022 الى منتخب منضبط على المستوى الدفاعي، منتخب صلب جدا على المستوى الدفاعي، بيؤدي باداء قوي، بالاضافه بقى للمسات الهجوميه الفنيه من باكيتا، من رافينيا، من مارتينيلي لما بيلعب. ضيف عليهم طبعا نيمار اللي رجع للمنتخب البرازيلي، وايجور جيسوس اللي اعتقد انضمامه هيكون اضافه كبيره جدا لمنتخب البرازيل. بشوف ان البرازيل في المجموعه دي هتقدر انها تحصد التسع نقاط رغم وجود منتخب المغرب وهو رابع العالم في 2022. وده لا يمنع ان المغرب هتأدي اداء قوي جدا في المجموعه دي بقياده محمد وهبه بعد رحيل وليد الرجراكي، ولكن بشوف ان غياب او رحيل الرجراكي هيؤثر بصورة كبيرة جدا على اداء المنتخب المغربي. برضو يمكن وليد رحل بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية من عدة شهور، وهبة ما كانش قدامه غير معسكر واحد اللي هو معسكر مارس، بالإضافة للمعسكر اللي بيكون قبل كأس العالم. اعتقد انه المغرب هتتاثر نسبيا، وان كان المجموعه بالنسبه للمنتخب المغربي هي مجموعه ايضا في المتناول. فمنتخب اسكتلندا العائد للمشاركه لكاس العالم بعد غياب سنين طويله جدا، قدر ان هو يتاهل الى كاس العالم. عنده تشكيل على فكره من اللاعبين الجيدين ومعظمهم محترفين في الدوري الانجليزي، ولكن يبقى المنتخب المغربي هو المرشح الأول للتنافس مع البرازيل على صدارة المجموعة. مع إنه مرة تانية أنا شايف إن البرازيل هتقدر إنها تتأهل في الصدارة وربما بالعلامة الكاملة. منتخب هايتي طبعا المنتخبات، نتيجة طبعا زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم، فوجود منتخبات زي هايتي هي فرصة للمشاركة لا أكثر. هايتي واحد من أبرز المرشحين لاحتلال المركز الأخير في كأس العالم بأمريكا والمكسيك وكندا. آه، طبعا نتيجة توسع عدد المنتخبات وكمان تأهل ثلاث منتخبات بصورة مباشرة من أمريكا الشمالية فتح المجال لبعض المنتخبات زي هايتي للتواجد في كأس العالم. قلنا رأيكم، هل فعلا البرازيل هتتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة وتتأهل كأول، ولا المغرب ممكن تعملها وتعطل البرازيل حتى بتعادل وساعتها يبقى سباق فارق الأهداف ما بين المغرب والبرازيل، ولا ممكن اسكتلندا تدخل وتعمل مفاجأة كبيرة عن طريق الأداء الدفاعي الجيد بتاعها قدام المغرب أو قدام البرازيل، وتقدر إنها تعمل مفاجأة في هذه المجموعة وتخطف أحد بطاقتي التأهل المباشر، أو إنها تحصل على نقطة مثلا من المغرب وتفوز على هايتي. فيبقى هنا ساعتها ينتظروا أحسن توالت ممكن يبقى ليهم فرصة في الصعود. توقع النهائي أنا شايف إن البرازيل أول 9 نقاط، المغرب تاني 6 نقاط، ثم اسكتلندا تالت، وهايتي في الأخير بصفر من النقاط. اكتبوا لنا توقعاتكم، مين أول مين تاني، هل اسكتلندا ليها فرصة ولا لأ؟ منتظر كل ده في التعليقات. شكرا لكم.